في كل قصة عظيمة دايما في ست عظيمة وراها، والنهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم الستات في التاريخ العثماني. مش بس كانت زوجة مؤسس الدولة العثمانية، لكن كانت شريكته في كل حاجة. الست دي اسمها بالا خاتون. تعال نعرف حكايتها من البداية للنهاية ونكشف الفرق بين الحقيقة واللي شفناه في المسلسل. بالا خاتون كانت بنت شيخ كبير جدا في الوقت ده اسمه الشيخ أديبالي. راجل كان معروف بالتقوى والعلم، وكان له دور كبير في دعم عثمان بن أرطغرل. يعني نقدر نقول إن بالا اتربت في بيت كله علم ودين وهدوء، وكان ليها تأثير كبير على شخصية عثمان بعد كده. الشيخ أديبالي كان مستضيف عثمان في يوم من الأيام، وعثمان شاف رؤية غريبة. شاف شجرة ضخمة طالعة من صدره ومضللة على كل الدنيا، ولما فسرها له الشيخ قال له إن الرؤية معناها إنه هيأسس دولة عظيمة، وان الجواز من بنته بالا هو بداية الخير ده. وفعلا اتجوزها، ومن هنا بدأت حكاية شراكتهم، مش بس كزوج وزوجة لكن كقادة بيبنوا دولة جديدة. بالا ما كانتش ست عادية، كانت دايما واقفة جنب عثمان سواء في الأوقات الصعبة أو وهو بيخطط للحروب، أو حتى لما الناس كانت بتحتاج حد يسمعهم. وكان ليها دور اجتماعي كبير جدا، بتساعد الستات، تهتم بالأيتام، وبتدير شؤون القبيلة لما عثمان يكون مشغول بالمعارك. ومنها خلف عثمان ابنه علاء الدين اللي بقى بعد كده من أعمدة الدولة العثمانية. العلاقة بين بالا وأبوها الشيخ أديبالي كانت قوية جدا، كانت دايما بتستشيره وبتتعلم منه، وكانت حلقة الوصل بينه وبين عثمان. يعني ممكن نقول إن بالا كانت مصدر حكمة وعلم داخل بيت عثمان، وساعدت في نشر مبادئ التصوف والزهد وسط الناس. في مسلسل قيامة عثمان بالا ظهرت على إنها محاربة وبتشارك في القتال بالسيف، بس الحقيقة التاريخية بتقول إنها كانت ست هادية متدينة وبتشتغل في خدمة الناس. في كمان خلطة عند الناس بينها وبين واحدة تانية اسمها مال خاتون اللي كانت زوجة تانية لعثمان. يعني مش كل اللي في المسلسل كان دقيق، بس مش هننكر ان بالا كانت ست عظيمة واثرها كبير. بالا خاتون مش مجرد اسم في التاريخ، دي كانت واحدة من اولى السيدات اللي ساعدوا في بناء واحدة من اكبر الامبراطوريات في العالم. ست بعقل ودين وصبر، وسابت بصمة لحد النهاردة. لو عجبتك قصتها ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى مننا قصص تانية حقيقية من قلب التاريخ. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.